عمرك حسيت إن جواك فنان كبير وعندك رؤية لمشهد سينمائي أو لوحة فنية بس وقفت قدام عقدة الرسم أو تعقيدات برامج التصميم؟ الذكاء الاصطناعي النهاردة مش جاي بس عشان ينفذ أوامرنا، هو جاي علشان يحرر خيالنا من أي قيود تقنية. تخيل لو الشخبطة البسيطة اللي ممكن تعملها زي دي تتحول بلمسة واحدة لكادر سينمائي احترافي زي اللي انتوا شايفينه ده. احنا النهاردة مش بنشرح مجرد أداة، احنا بنفتح باب لكل واحد حابب يخرج إبداعه للنور من غير ما يضيع سنين في تعلم الأدوات التقليدية. أداة كانفاي هي الجسر اللي هيوصل فكرتك من مجرد خيال لواقع بصري مذهل. على إن نقدر نطلع النتائج اللي شفتوها في أول الفيديو دي ونحول أي شخبطة لتصميم احترافي، أول خطوة هنعملها هي إننا ندخل على موقع كانفاي. أول ما نفتح الموقع هتلاقي الواجهة بسيطة جدا، عندك فوق خيارات زي ساين إن وجيت ستارتد. طبعا الموقع بيعتمد على نظام كريدتس، يعني كل صورة بتعملها بتسحب منك نقاط. وعلشان أنا عارف إنكم هتحبوا تجربوا كتير وتطلعوا تصميمات أكتر، هقول لكم على تركاية بسيطة الأغلب عارفها وبيستخدمها، بس خلينا نوضحها تخليك تستخدم الموقع براحتك وتقدر تفتح حسابات كتير من غير أي تعقيدات معاك. وكمان عندهم باقة مدفوعة ب$20 تقريبا، بتدي 200 كريدتس في الشهر لو أنت حابب تشترك فيها. بس إحنا هنشتغل في الفيديو ده بالخطة المجانية. بدل ما تسجل بإيميلك الشخصي وتستنى الكريدتس تخلص، إحنا ممكن نستخدم الإيميل المؤقت أو خدمة البريد المؤقت. هتروح على أي موقع إيميلات مؤقتة. أنا هروح لموقع تمب ميل وتاخد الإيميل اللي ظهر لك كوبي، وترجع لموقع كانفاي تحط الإيميل وتختار أي باسورد وتدوس كونتينيو. الموقع هيبعت لك كود تفعيل على صفحة الإيميل المؤقت، هتاخد الكود وتحطه. مبروك عليك، بقى معاك حساب جديد بكريدتس تقدر تبدأ فيها براحتك. بس كده بكل بساطة التسجيل مش محتاج منك أكتر من كده. دلوقتي بعد ما سجلنا ودخلنا، ركز معايا في اللوحة اللي قدامك دي، هتلاقي زرار مكتوب عليه نيو بروجكت، وده البيت أو اللي هنجمع فيه كل شغلنا لنفس المشروع. يعني كل مشروع أو كل مجموعة تصميمات أو كل حاجة أنت عايز تعملها هنعملها في بروجكت لوحدها. أول ما نضغط عليه ونفتحه هنلاقي المساحة فاضية تماما، وعلشان نبدأ نشتغل أو نرسم أو أي حاجة هندوس على نيو فريم. الفريم ده في لغة الذكاء الاصطناعي هو الباوندينج بوكس، يعني المساحة اللي ال AI مسموح له يشتغل جواها. يعني لو رسمت بره المربع ده، يعني أكيد محدش هيعمل كده، بس أقصد الرسم اللي بيحصل هنا في المربع ده هو اللي الموقع هيشوفه. علشان كده دايما اتأكد إنك حاطط اللي أنت عايزه بالظبط في المساحة دي. بعد ما فتحنا الفريم تعالوا نبص على شريط الأدوات اللي تحت، لأنه هو اللي فيه التحكم الكامل. أول أداة هي السليكشن تول اللي على شكل سهم دي بنستخدمها علشان نختار أي عنصر رسمناه ونعدل مكانه أو حجمه أو نحركه لأي مكان. وجنبها علامة الإيد دي اللي هي الهاند تول، ودي مهمة جدا لما يكون عندك أكتر من فريم، بتقدر تحركهم وتتحرك في مساحة العمل من غير ما تدوس على أي حاجة من العناصر اللي عندك في الفريم. تقدر يعني من غير ما تبوظ أماكن العناصر هتقدر تتحرك بأداة الهاند تول دي وتروح للفريم ده أو ده تتنقل بينهم. نيجي بقى لأهم أداة معانا في الأدوات دي كلها وهي الفرشة أو اللي على شكل قلم دي. هنا أنت مش محتاج تكون بيكاسو علشان تحدد الكتل أو الخطوط أو الأشكال اللي هيرسمها أو اللي أنت هترسمها علشان تطلع منها تصميم أو الصورة اللي أنت عايزها. أنت هتعمل أي خطوط أو أي أشكال أو حتى أي شخبطة، ال AI هيفهم اللي أنت عايز ترسمه. وجنبها الإريزر أو الممحاة دي اللي لو أنت عايز تمسح أي حاجة مش عاجباك أو عملتها بالغلط أو أيا كان، بتضغط عليها ضغطة واحدة بتلغيها من الرسم. لكن أكيد الكلام ده بيتعمل في الرسم بس مش بعد ما نخلص التصميم. يعني لو عملنا التصميم أو الصورة وطلعت، ما ينفعش بالأداة دي نحذف أي حاجة. الكلام ده في وأنت بترسم بس. في بعد كده من الحاجات اللطيفة كده هتلاقي أداة كده التانية دي اللي شبه السهم الطويل كده ده، دي لو أنت عايز تعمل شكل السهم بكل سهولة يعني، فتقدر تستخدم الأداة دي. وبعدها أداة النصوص تكست لو عايز تكتب حاجة في التصميم اللي هيتعمل. وبعدها أداة النوتس لو حابب تسيب ملاحظات على التصميم. والأهم من ده كله زرار الأبلود، وده اللي بيسمح لك ترفع صورة من جهازك وتخلي ال AI يكمل عليها أو يغير الستايل بتاعها أو يحذف الخلفية. وكمان تقدر تعمل حاجات كتير على الصورة اللي أنت رفعها. هنعرف الحاجات دي كمان شوية. لو وصلت لحد هنا اعمل لايك للفيديو ده وتابعني دلوقتي. وعندك كمان أداة الشيبس اللي هي الأشكال، زي المربع والمثلث والدايرة، ودول هيسهلوا عليك الرسم كمان. بدل ما ترسم بالقلم أو بالفرشة تعمل الأشكال دي بسهولة من الاختيارات الجاهزة الموجودة هنا. دلوقتي بصوا على القائمة اللي على اليمين دي، دي حاجة كده زي غرفة العمليات كده، فيها كل حاجة احنا
ممكن نكون محتاجينها من ستايل أو تعديلات أو من أي حاجة إحنا محتاجينها هنلاقيها في القايمة اللي على اليمين دي. أول حاجة هتقابلنا هي الكومبوزيشن أو درجة الالتزام بالرسمة. لو اخترت ستريكت أنت كأنك بتقول للذكاء الاصطناعي ريح أنت كده، أنا هنا اللي فنان وأنا اللي بعرف أرسم، التزم بالخطوط اللي أنا راسمها كده بالملي والتزم بكل حاجة أنا عاملها. لكن لو اخترت جايدد وده اللي أنا بنصح بيه بالذات المبتدئين، ال AI بياخد منك الفكرة بس بيحسن في الأبعاد والتفاصيل عشان النتيجة تطلع واقعية. أما الري إيميجن فده لو عايز ال AI ينطلق بخياله بعيدا تماما عن شخبطتك ويطلع لك حاجة مبهرة من عنده. ندخل بقى على اللي بعدها واللي هو الأكشن. في خانة الأكشن هنا عندنا كذا حاجة، ده علشان الموقع هنا بيعمل أكتر من حاجة، مش بس بيعمل تصميمات من الرسم اللي أنت بتعمله، لأ ده في حاجات كتير مختلفة ومميزة بيقدمها الموقع. هنا بتختار المهمات اللي ال AI هيعملها، هل هيحول الرسمة لصورة احترافية من convert sketch، ولا بتمسح الخلفية من remove background، ولا بيعمل extend image يعني يكمل أطراف الصورة لو ناقصة. لو عندك صورة بحجم معين وعايز تكبرها وتكمل الأطراف بتاعتها تقدر تعمل كده. وكمان تقدر تعمل تلوين للصورة بشكل أفضل أو إضاءة أو انعكاس، وفي حاجات تانية كتير. دور كده واستكشف بنفسك هتلاقي حاجات كتير موجودة. واللي بعدها للستايل. بالنسبة للستايل فالموقع عامل معانا فوق الصح وبيقدم لنا ستايلات كتيرة جدا، كلها ستايلات قوية جدا نقدر نستخدمها ونعلي من جودة أو احترافية التصميمات أو الصور اللي احنا بنعملها. في هنا السينماتيك ده لو عايز كادر كده أفلام، وفي الانمي ده اللي هو زي رسوم الكرتون، أو حتى أويل بينتنج لو عايزها لوحة زيتية كلاسيكية كده. وكمان هنا في حاجات كتير برضو، جرب وشوف بنفسك اللي انت محتاجه. وفي الآخر هتلاقي خانة البرومت ودي اختيارية بس أنا بفضل تكتب فيها لمستك الخاصة. يعني مثلا لو رسمت شكل دايرة كده ممكن تقول لي دي شمس مثلا متوهجة، كلام زي ده علشان يفهم قصدك أو يظبطها أكتر. مع إن لو سبتها برضه هيطلع حاجة، بس أنت لو عايز تديله تفاصيل دقيقة علشان تساعد ال AI يفهم قصدك بسهولة. تعالوا بقى نجرب كل الكلام ده عمليا ونشوف ازاي شخبطة بسيطة هتتحول لتصميم احترافي. تعالوا بقى ندخل في التجربة الحية وهنا هوريك ليه الأداة دي فعلا بتكسر القواعد. أنا هبدأ أرسم دلوقتي تكوين بسيط جدا. هرسم هنا جبلين وركزوا أنا برسمهم أي كلام كأنهم خطوط بس، مش بظلل ولا بعمل أي تفاصيل. عارف ليه؟ لأن ال AI هنا مش بياخد رسمتك كصورة نهائية، هو بياخدها كخريطة دلالية بس علشان يفهم إن الخط المائل ده مثلا معناه حدود عنصر، فبيبدأ يجهز في ذاكرته صور الجبال الحقيقية علشان يركبها هنا. مثلا دلوقتي هرسم في النص شكل قارب بسيط أو مركب، أي حاجة برضو أي رسم هو هيفهم، وجواه شخص زي رسم الأطفال كده اللي كنا بنعمله زمان، هو هيفهم متقلقش. الحركة دي في الذكاء الاصطناعي التقليدي كانت كابوس، لأنك لو كنت كتبت في البرومت مركب في الصورة وشمس مثلا فوق ومش عارف، كان هيطلع لك كل حاجة مش في المكان أو الحاجة اللي في خيالك بالظبط أو الحاجة اللي أنت عايزها، ما كانتش هتطلع يعني بالتخيل أو التصور اللي أنت حاطه في دماغك. فإن أنت ترسمها كده ده أفضل بكتير وبيسهل عليك كتير، ويبدأ يخنقك بقى لأن هو مش فاهم قصدك وتكتب حاجة وهو يطلع حاجة تاني. لكن هنا أنت بتحدد البوينت أوف انترست أو نقطة التركيز بإيدك. وعلشان المشهد ينطق هحط خطين بالعرض كده تحت المركب علشان ال AI يفهم إن دي مساحة مائية أو ده نهر مثلا. ممكن نيجي فوق على اليمين ونرسم دايرة للشمس. قبل ما أدوس جنريت بص على الإعدادات، أنا هسيب كل حاجة على الديفولت علشان أوريك قوة الموديل في الموقع ده عاملة إزاي. دلوقتي بقى ركزوا في اللحظة اللي الموقع بيبدأ فيها يصفي الصورة. عارف ايه اللي بيحصل في الكواليس؟ الموقع هنا مش بيلون فوق رسمتك وخلاص، هو بياخد الخطوط اللي انت عملتها دي ويبدأ يتخيلها كأنه بيقول لنفسه اللي هو رسمه ده خطين هنا مثلا أكيد يقصد بيهم جبل. طب يا ترى الجبل ده لو في الحقيقة وشكله احترافي هيكون شكله ازاي وملمسه ازاي؟ بناء على الحاجات اللي هو اتدرب عليها يبدأ بقى يطلع لك النتيجة الاحترافية. بص بقى على النتيجة بعد ما بتطلع، شايفين الجبال مش مجرد لون، ده بقى ليها ملمس صخور وفي شكل كده وشقوق كأنها حقيقية. والشمس اللي كانت مجرد دايرة عادية الذكاء الاصطناعي فهم لوحده إنها مصدر النور، فعمل إيه راح رامي كده نور وإضاءة على المية بشكل طبيعي جدا. لاحظوا كمان الظل والنور، هتلاقي إن الحتة اللي المفروض تبقى ضلمة طلعت ضلمة لوحدها، حتة المفروض جاي عليها إضاءة اللي قريبة من الشمس نورت. كل ده من غير ما احنا نكتب ولا كلمة ولا نوجع دماغنا ببرومت ووصف طويل جدا ونكتب كل حاجة بإيدينا. وهو ده السحر اللي أنا بكلمكم عنه من الموقع ده.
يكمل خيالك ويطلع لك لوحة متكاملة من مجرد شخبطة بسيطة لا راحت ولا جت، بس هو أنت بتحط له التخيل أو التصور بتاعك وهو بيبدأ يكمل أو يبدأ يطلع لك النتيجة. تعالوا نصعب التحدي ونعمل تجربة تانية علشان نتأكد إن الموضوع مش صدفة. هرسم شكل مثلا شخصين وجنبهم شكل عربية. طبعا كالعادة هنرسم أي كلام وأي حاجة وهو بيفهم إحنا نقصد إيه وبيطلع لنا الصورة. هنا نقف وقفة صغيرة كده. ليه النتيجة بتطلع متناسقة كده؟ لأن كان في AI بيفهم حاجة، أو الذكاء الاصطناعي بيبقى فاهم هو بيرسم إيه وفين. يعني لما بيشوف شكل العربية جنب الأشخاص يبدأ يظبط النسب والأحجام علشان المشهد يطلع مريح للعين البشرية. السر الحقيقي في الأداة دي هو إنك مخرج مش بس كاتب. أنت اللي بتقرر الكادر يكون واسع أو قريب. الطريقة دي بتوفر علينا ساعات من كتابة برومتس معقدة زي ستايل سينماتيك، وايت شوت، كل الكلام ده والرغي الكتير ده احنا اختصرناه بشخبطة في ثواني. انت دلوقتي بتملك القوة انك تحول افكارك لصور احترافية بضغطة زرار، وده اللي بيخلي كانفاي فعلا وحش الذكاء الاصطناعي القادم. زي ما شفنا مع بعض احنا حرفيا في عصر ممكن نسميه الديمقراطية الفنية. مفيش عائق بينك وبين إنك تكون صانع محتوى بصري عالمي غير فكرتك وبس. كانفاي أثبت إن التحكم الكامل في تفاصيل الصورة وتقييمها composition بقى أسهل مما نتخيل. سواء كنت هتستخدم موقع في صناعة المحتوى والتصميمات، أو محتاج كادرات لبراند خاص بيك، أو حتى عايز تبدأ رحلتك في العمل الحر وتبيع التصميمات دي، الأداة دي هي رفيقك المثالي. نصيحة ليك بعد الفيديو ده: ما تكتفيش بالمشاهدة، ادخل وجرب بنفسك. شخبط وارسم واغلط وجرب خيارات زي الريلايت والحاجات دي كلها والستايلز الموجودة والأكشن. جرب كل حاجة شرحناها، إن دي الطريقة الوحيدة اللي هتخليك تتقن الموضوع وتعرف تطلع منها بنتائج محدش غيرك هيعرف يعملها. لو الفيديو ده أضاف لك معلومة جديدة أو فتح قدامك باب لفرصة، ما تبخلش علينا بدعمك. لايك جميل للفيديو بيساعدنا نوصل لناس أكتر، واشتراكك في القناة وتفعيل الجرس يخليك دايما في قلب الحدث وأول واحد يوصل لأحدث أدوات ال AI قبل ما تنتشر والشروحات التقنية. طبعا لو عندك أي سؤال أو جربت الأداة وطلعت معاك نتائج مختلفة، اكتب لي في الكومنتس، أنا بقرأ كل تعليقاتكم وبحب جدا أشوف تجاربكم الشخصية. شكرا إنكم كملتوا الفيديو للآخر. واستنوا الشرح الجاي في الفيديو اللي جاي. سلام.